السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيخ محمد إبراهيم راضي. إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن أفضل أنواع أفران البيتزا اللي ممكن نستخدمها في البيت. طبعا احنا عارفين ان افران البيتزا في منها انواع واشكال كتير، وفي مننا كتير بنشتري افران لتسوية البيتزا في البيت، وفي الاخر خالص بنلاقي النتائج بتاعتها سيئة جدا، بيكون استخدامها صعب شوية. من وجهة نظري أفضل أنواع أفران البيتزا أو أفضل التصميمات بتاعتها هو التصميم اللي موجود قدامكم في الفيديو. التصميم ده جميل جدا، من مميزاته ان هو فيه 2 هيتر في الاسفل لتسوية العجينة، وهيتر في الاعلى لتحمير الجبنة وتسوية الحشو بتاع البيتزا، وفي قرص متحرك اللي بنحط عليه البيتزا في النص، بقرص متحرك بيلف على طول علشان خاطر ضمان تسوية جميع جوانب البيتزا بنفس الدرجة، ما يكونش فيه جنب مثلا يتحمر زيادة وجنب التاني يكون ني مثلا او مش تحمر. لا، البيتزا كلها هتبقى نفس درجة التحمير ونفس درجة التسوية. في الجهاز ده بيكون فيه 3 زراير، زرار او 3 مكابس عفوا، مكبس خاص بتسويق بدرجة، مكبس خاص بدرجة حرارة الهيتر اللي في الأسفل، والمكبس التاني لضبط درجة حرارة الهيتر اللي في الأعلى. والمكبس التالت بيكون تايمر، بيكون خاص بضبط التايم بتاع مدة التسوية بتاعة البيتزا نفسها. بصراحة أنا استخدمت الجهاز ده وكان جميل جدا وطلع نتائج يعني مذهلة جدا. أنصحكم بإن انتوا تشتروه. عفوا. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، وياريت ما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب وتعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع اصدقائكم، وان شاء الله انتظروني في حلقات قادمة. وتقدروا يعني لو في اي حد عنده استفسار ممكن ان هو يكتب السؤال بتاعه في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله هجاوب عليه في فيديوهات تانية اخرى. السلام عليكم.